ليه 99% من المحتوى اللي بنشوفه دلوقتي ممكن يبقى AI؟ بس ازاي لسه نقدر نكسب السباق ده؟ يا جماعه لو بصيتوا حواليكوا هتشوفوا ان الاي اي بقى بيعمل كل حاجه، فيديوهات، سكريبتات، تصاميم، حتى كمان بيغني. بس المشكله ان المحتوى ده بيزيد بطريقه مرعبه. يعني في 2026 مثلا ممكن يكون عندنا كميه محتوى 10000 ضعف اللي موجود دلوقتي. طب ازاي هنفضل موجودين وسط الزحمه دي؟ أنا نفسي كنت بحس بالإحباط لما أفكر في الموضوع ده زيادة، بس اكتشفت حاجة مهمة. المشكلة مش بس في كمية المحتوى، المشكلة في إزاي تخلي المحتوى ده مميز. النقطة الأولى اللمسة البشرية، وهي السلاح السري. أنا زيكم بستخدم ال AI في كتابة السكريبتات وأفكار الفيديوهات كمان. يعني لو قلت لشات جي بي تي أو كلود أو جروك اكتب لي سكريبت فيديو عن الموضوع الفلاني، هيديني حاجة كويسة جدا. بس المشكلة إنها كويسة زيادة عن اللزوم. يعني لو استخدمت السكريبت زي ما هو هيطلع زي فيديو أي حد تاني. عشان كده لازم اضيف اللمسه بتاعتي. يعني ازاي اخلي الفيديو ده انا، مش مجرد نسخه AI بحط فيه قصه صغيره من حياتي او طريقه كلامي او حتى نكته بايخه زي دي. مره واحد حب يعمل فيديو AI قال له اي اكيد بايخه. مثلا كنت بعمل فيديو مره عن رحله معينه وكنت هعتمد على السكريبت اللي طلع من شات جي بي تي زي ما هو وكنت هحطه، بس بدل ما كنت هقول زي ما هو مكتوب حبيت احكي عن تجربه معينه كده، ان انا ضيعت شنطتي وحكيت عليها ولقيتها في الاخر وعجبت الناس. صدقني الجمهور احيانا بيحب القصه اكتر من اي نصيحه جاهزه. وهنا بقى الحكايه اتغيرت. اكتشفت ان في فرصه ذهبيه دلوقتي واحنا مش حاسين بيها. دلوقتي احنا في فتره زمنيه حلوه قوي. الاي اي لسه ما وصلش لقمته. يعني معظم الناس لسه ما جربوش ادوات كتير من الاي اي زي فيو 3 مثلا او غيرها عشان يعملوا محتوى. يعني لو بتعمل محتوى على تيك توك او انستجرام او يوتيوب لسه عندك ميزه ان انت لسه بني ادم. اللي لازم تعمله هو انك تبني علاقه شخصيه مع الجمهور بتاعك، خليهم يعرفوك باسمك، باسلوبك، بحكاياتك. لو بتعمل فيديوهات عن الاكل ما تقولش بس اعمل الكيكه كده، لا، احكي اول مره حاولت تعمل كيكه وطلعت زي الحجر ولا باظت ولا نشفت ولا اسودت. اللمسه الشخصيه هي دي اللي هتخليك مختلف. اما بقى المعلومه دي هي اللي فرقت معايا شخصيا. اللي هيفضل دايما هو التواصل البشري. الناس مش بتشوف فيديوهاتك عشان المعلومات اللي موجوده فيه بس، الناس بتشوفك علشان بيحبوا طريقتك، شخصيتك، ازاي بتضحكهم او بتخليهم يفكروا. عشان كده ركز على بناء علاقه قويه معاهم. اسالهم اسئله، شاركهم حكاياتك، خليهم يحسوا انك بتكلمهم هم بالذات. انا مثلا كنت بخاف احط اي حاجه شخصيه في المحتوى بتاعي، بس لما بدات اشارك مواقف من حياتي وقصص عني لقيت الناس بتتفاعل اكتر بكتير. انا عن نفسي شاركتكم اللي انا شايفه، انتوا بقى شايفين ازاي؟ جربوا تضيفوا لمسه شخصيه دايما في المحتوى بتاعكم وشوفوا هتفرق ازاي.